يسعد أوقاتكم عيلتي الحلوة على اليوتيوب وين ما كنتوا. يا رب تكونوا بألف خير وصحة وعافية من رب العالمين. اليوم وبناء على طلب كتير من الصبايا رح نعمل مع بعض البرياني، ومثل ما طلبتوا رح أشرح بالتفصيل الممل. إذا حابين تعرفوا كيف بعمل البرياني على طريقتي، بليز تفضلوا معي لمطبخي ونوروني بحضوركم الحلو. أول خطوة رح نعملها لوصفتنا لليوم رح نحضر الدجاج. أنا رح أعملها عفخات دجاج، بتحبوا تشيلوا الجلدة فيكوا تشيلوها، وكل حد فينا بيغسل الدجاج على طريقته. أنا بغسلها بملح وخل وعصير ليمون، وهاي النتيجة ما شاء الله، ولا في زفرة ولا أي شي. وبالسكينة بفتحها بهالطريقة، شايفين؟ اول شي رح احط على الدجاج بصل مقلي ومحمر كتير، شايفين؟ واللي بحب يعرف كيف بحمر البصل، انا عامله فيديو على قناتي وبيطلع بهاللون ومقرمش والنكهه كتير كتير طيبه. رح احط لكم اللينك لإله تحت بصندوق الوصف. راس توم دقيقته كتير ناعم مع شويه ملح، وبدي اضيف زنجبيل قدر معلقه طعام ونص، فرمت الناعم او فينا نقول طحنتن. فلفل حر قطعتن بهالطريقة. معلقة صغيرة من الهيل المطحون. 3 معالق صغار من بهارات البرياني أو توابل البرياني. معلقة، تنتين، 3 كزبرة خضراء مقطعتها بهالطريقة. نعناع كمان مقطعته خشن. نص كوب من عصير الليمون. كوب لبن زبادي. رشة ملح، وما تنسوا انه حطينا على الثوم بس دقينا القليل من الملح كمان. فيكم تعملوا هالخطوة قبل ما تطبخ البرياني بساعة، يعني ضلوا منقوعين بهالخليط ساعة. صراحة أنا بحب أعمله قبل بيوم، يعني هلأ عندي المساء لتاني يوم بضلوا منقوعين. بتسرب الخليط للدجاج لجوا، وبتنكهوا بطريقة كتير أفضل من إنه يكونوا ساعة أو نص ساعة. بس كل الأمور بتزبط معكم إن شاء الله إذا كنتوا مضطرين ومستعجلين تعملوها بنفس اليوم. يمكن البعض يقول بنضيف لها معجون الطماطم او الطماطم، انا ما بضيفها بهالمرحله. ان شاء الله بكره مع بعض بتشوفوا كيف بعمل البرياني على طريقتي. وراح اغطي عليهم وعلى الثلاجه لبكره ان شاء الله. اليوم نحن تاني يوم الظهر، وراح نبلش بطبختنا. راح احتاج 2 كوب من رز بسمتي، وهاي الكوب التاني. بالنسبة للرز، في ناس بتغسله عدة مرات وبعدين بتنقعه لمدة نص ساعة، وفي ناس بتحط عليه المي بدون ما ينغسل كمان لمدة نص ساعة، وفي ناس ما بتنقعه أبدا، على طول بتنزله على مية السلق. كل الطرق بتودي للطاحون وبتكون وصفتكم تمام إن شاء الله. أنا رح أنقعهن بمي عادية لمدة نص ساعة، يعني لبين ما يستوي عندي الدجاج بس. بمقلة على النار أو بالطنجرة اللي بدكم تطبخوا فيها الدجاج، حطيت 1/3 كوب من الزيت النباتي، تركته يحمى، وبعد هيك ضفت له حبتين من الطماطم اللي مقطعين مكعبات صغيرة وكمان مقشرتن. لازم الطماطم تتسبك عنا منيح، عشان هيك رح أغطي عليها لحتى أخد النتيجة بسرعة. هاي الطماطم ما شاء الله بعد ما تسبكت. بهاي المرحلة فيكم تضيفوا معلقة من معجون الطماطم وتحركوهن منيح لحتى يندمجوا مع بعض. أنا صراحة ما بضيف معجون الطماطم، راجع لإلكم ولذوقكم الحلو انتو شو بتحبوا. هلا بدي انزل الدجاج اللي انا نقعته. قلت لكم اني استعملت كيلو دجاج، لا رجعت ضفت كمان فخدي، فصار عندي كيلو 300 جرام ما شاء الله. بنزلهم طبعا بكل الخلطة اللي عليهم. ما ضفت اي سوائل لحد الان. بعد هيك بغطي عليهم لحتى يستووا على الاخر. هلا النار عالية، مجرد ما يغلوا
بحط النار متوسط او اقل متوسط شوي لحتى الدجاج يستوي على راحته. عندي 3 كوب من الحليب الساخن، وممكن مي وممكن كمان ماء الورد، بس المي لازم تكون كمان سخنة. رح احط فيها معلقة صغيرة من الزعفران او اقل يعني، وبترك المنقوعين لحتى يعطيني اللون الاصفر. مش موجود الزعفران فيكم تحطوا العصفر او اللي بنقول له الكركم، او في ملون البرياني. وخوفا من انه ما يعطيني اللون اللي انا بدي اياه، رح اضيف براس المعلقة الصغيرة كركم. وعندي بهالزبدية الصغيرة معلقتين طعام من ماء الورد، رح اضيف لإلن براس المعلقة من ملون البرياني اذا بتحبوا تعطوا الرز اكتر من لون. بقدم معها خيار بلبن. عندي هون 5 حصوص توم وممكن 4 مع القليل من النعناع، فرمت الناعم ودقيتن مع بعض. رح اضيف لإلن اللبن. اللبن اللي عندي ما شاء الله كتير جامد، اخدت تقريبا ربع كوب من المي، ورح اديره فوقن. وراح اضيف لإلن الخيار اللي مقطعته كتير صغير، وممكن تبرشوه برش كمان كله بصير. دقتين بدن القليل من الملح، وهيك صار عنا الخيار بلبن جاهز. الدجاج ما شاء الله صغير بسرعة بيستوي. هاي النتيجة ما شاء الله بعد نص ساعة، نص ساعة و5 دقايق. راح اطفي تحتن ونبلش بالرز. بطنجرة على النار حطيت 3 معالق زيت نباتي، وراح احط 3 ورقات غار، عود قرفة، حبة لومي، و6 كبش قرنفل. بنشوحهن شوي لحتى تطلع النكهة بالزيت. بعد ما شوحتن رح اضيف مي، حطيت عليهن مي سخنة من الكتل لحتى اسرع عملية السلق. رح اضيف ملح حسب الحاجة، وبعد هيك رح انزل الرز لازم نستويه يكون مستوي 75% استوى، و25% رح يكفي استوى مع الدجاج والخليط. كيف بنعرف انه استوى؟ عينك ميزانك، وكمان نستعمل حاسة اللمس وممكن تدوقه. مجرد ما تحسوا انه بلشت حبة الرز تتفتح، بتاخدوا حبة وبتعملوا لها هيك بايدكم، بيكون قلبها جوا بعده شوي قاسي، واذا دقتوه رح تلاقوها انه بعدها جامدة، مش مثل ما ينطبخ على الاخر. بيكون هي المرحلة اللي لازم نوصلها. عينكم عليهن عشان ما يستووا على الاخر، بليز بليز، لحتى يكون الرز معكم كل حبة بحبتها ان شاء الله. بهذا الوقت انا محضرة مصفاي مثل ما شايفين، لحتى على طول اصفي الرز، احسن يضل بالمي السخنة ويستوي وتخرب وصفتنا. بليز انتبهوا لهالملاحظات. هاي طنجرتي اللي سلقت فيها الرز، رح احط معلقة طعام تقريبا او معلقة ونص من السمنة، وممكن كمان زبدة او زيت. رح احط بأرضها بطاطا، خاصة اذا الطنجرة اللي عندكم بتلزق، بفضل انكم تحطوا بأرضها شرايح البطاطا الرفيعة. رح اخد تلت كمية الرز. رح احط بصل مقلي، وكمان القليل من الكزبرة الفريش، وكمان القليل من النعناع. وراح احط من قطع الدجاج مع القليل من المرق الموجود عليهم. كمان تلت الرز، وكمان مرة بصل وكزبرة ونعناع، وبحط باقي الدجاج. في ناس بتاخد بس من الصوص وبتحط بين طبقات الدجاج، وبتاخد الدجاج وبتاخده بتدخله الفرن يتحمر.
وهلأ بضيف باقي الرز. كمان بصل وكزبرة ونعناع. راح اخد من ملون الطعام الاصفر واحط القليل منه على هالطرف. واخد من ملون الطعام الاحمر واحط على الطرف التاني. مش راح احط بالوسط لحتى يكون عندي رز ابيض، بتكون هيك الالوان متجانسة ان شاء الله. وبعد هيك بناخد الطنجرة على الفرن وبنغطي عليها وبنولع النار، ولازم النار تكون خفيفة. رح تاخد معنا وقت من 30 ل 35 دقيقة، ممكن أكتر شوي ممكن أقل. وبعد هيك بنشوف النتيجة مع بعض إن شاء الله. وبقدم معها كمان الخليط اللي بقي من ورا الدجاج. مثل ما شايفين هذا الخليط المطبوخ، كل اللي بعمله بضيف له حبتين من الطماطم وكمان راس بصل، وبعد هيك بضيف القليل من الكزبرة وكمان القليل من النعناع، وبضربن بالمضرب اليدوي، ومنقدمن مقابيل الرز. خلطة كتير كتير طيبة ورح تحبوها مع البرياني إن شاء الله. هاي الرز ما شاء الله بعد 25 دقيقة بالضبط. شوفوا ما شاء الله، شوفوا كل حبة بحبتها، أبدا ما مخبص على بعضه. في ناس بتحط لها الوصفة بيض مسلوق، بتكون سالقة البيض وبعدين بتحطه على الوجه، ووقت التقديم كمان بتحطه على طرف الصحن، وبكون شكله بشهي. بس أنا ولا مرة جربت إني أكله مع البيض المسلوق. وهلأ خلينا نروح نرتب الصحن. عم بشيل الدجاج على جنب لحطه على وجه الصحن. شوفوا ما شاء الله كيف الرز الألوان متداخلة ببعض، ومثل ما قلنا كل حبة بحبتها. وهلأ بنرتب الدجاج. مش رح أحط قطعة الدجاج اللي باقي لحتى يضل صحننا مرتب وقت التصوير، ما بدي أعجقه يعني. بزينه ببصل وزبيب اختياري، في ناس بتحبش تحط على البرياني زبيب، ومكسرات والقليل من الكزبرة. بعتذر إذا هالفيديو بالنسبة للبعض مدته طويلة، بس والله بناء على طلب كتير من الصبايا اللي ما بتزبط معهن البرياني، وبعتولي مسجات على انستغرام إنه بس أعمل وصفة البرياني أشرح بالتفصيل الممل لحتى تزبط معهن إن شاء الله. بتمنى تجربوا وصفتي لليوم وتعطوني رأيكم بالتعليقات. وهيك وصفتنا لليوم صارت جاهزة، بتمنى تنال إعجابكم ورضاكم. بليز انتبهوا لحالكم منيح، كونوا بخير. محبتي كتير كتير كبيرة لإلكم، وألف ألف صحة وعافية على قلوبكم وقلوب حبايبكم جميعا يا رب.